في قديم الزمان عاش حطاب فقير لا يملك قوت يومه، وكانت له ابنة شابة جميلة و4 من الأبناء ووالدته العجوز التي تقيم معه. وكل يوم يجلس الحطاب وزوجته حزينان حزنا شديدا لأنهم لا يستطيعون إطعام أطفالهم. كان الحطاب رجلا رحيم القلب يحب الطيور والحيوانات والنبات حبا شديدا، حتى أنه إذا ذهب إلى الغابة ليحتطب أخذته بالشجر رحمة فيتوقف غير قادر على اقتطاعها بالفأس. وفي يوم من ذات الأيام خرج الحطاب إلى الغابة ومعه البلطة يدعو الله أن يرزقه، وقبل أطفاله وهم يودعونه مبتسمين يطلبون الطعام والملابس، وهو يلوح لهم بيديه حتى اختفى عن نظرهم. سار الحطاب في الغابة، وعندما اقترب من شجرة عجوز كبيرة ضربها بالبلطة، خيل إليه أن الشجرة تبكي من الألم وتتوسل إليه أن يتركها، فترك الفأس على الفور وجلس بجانبها حزينا لأن قلبه لا يطاوعه على كسرها. جلس الرجل تحت الشجرة العجوز، ولما اشتد به الكرب قال لنفسه بعد تفكير عميق: إنني عاجز عن إطعام أطفالي، ومن الأفضل أن أرحل بعيدا عنهم حتى لا ينفطر قلبي حزنا عليهم. وقبل أن يقوم من مقامه رأى الحطاب عصفورا ترك عشه فوق الشجرة وأخذ يبحث عن طعامه. نظر إلى العصفور خلسة من مكانه فوجده يحفر في الأرض بصبر وهمة. ولما لم يجد شيئا ترك العصفور المكان وأخذ يحفر في مكان آخر غير يائسا يبحث عن طعامه دون كلل، حتى وجد بعض فتات الخبز في الأرض فأخذها في منقاره وطار يطعم صغاره الذين كانوا يفتحون أفواههم جوعا. كان المنظر جميلا. خجل الرجل من نفسه، وعادت إليه ثقته في رزق الله، وأحس بندم وخجل شديدين، وقام عائدا إلى منزله وهو يستغفر الله. وفجأة رأى شيئا يلمع تحت الشجرة العجوز، فانحنى يأخذه ووجده قلادة من الياقوت الجميل محفور عليها اسم صاحبها. كانت القلادة تخص أميرا غنيا في الضاحية. كان الحطاب يمر على قصره كل يوم يتخيل ما بداخل القصر من طعام ورفاهية في العيش، ولكن لم يكن أبدا يجرؤ على دخول القصر. عاد الحطاب إلى منزله وظل يفكر في أمر القلادة، وقال لنفسه: هذا رزق أتاك الله به، أبيعها في السوق بنقود كثيرة وأطعم أطفالي الجوع. لكن هذا الخاطر لم يستمر طويلا، نظر إلى الأطفال طويلا. كان الأطفال يمرحون في ثقة واطمئنان، فخش عليهم من الرزق الحرام. وضع الحطاب القلادة في جيبه وسار إلى القصر. وعندما رآه الأمير يسير خائفا بجانب سور القصر قال له: ماذا تريد أيها الرجل الفقير؟ أنت لست لصا. قال الحطاب: لا يا مولاي، لقد وجدت هذه القلادة وعرفت أنها لك فأتيت لأسلمك إياها. نظر الأمير إلى ثياب الحطاب القديمة فيدهشت وقال: إنها قلادة ذكرى من والدتي، وهي لا تقدر عندي بمال. كان من الممكن أن تأخذها فهي غالية الثمن، ولكنك رجل أمين فإليك مكافأتك. نادى الأمير على الحراس فوضعوا أمام الحطاب صندوقا مملوءا بالمجوهرات. قال الحطاب: يا مولاي، أنا رجل فقير لي أطفال لا أستطيع إطعامهم، فأنا لا آخذ نقودا على أمانتي، ولكن لو استطعت إيجاد عمل لي في قصرك سأبقى عاجزا عن رد الجميل. ضحك الأمير وقال: عينتك في قصري حارسا لإسطبلات الخيل، فهي محتاجة إلى رجل أمين مثلك. وتزوج الأمير من ابنة الحطاب، وعاش الحطاب وزوجته وأولاده عيشة هنيئة بجانب الأمير وزوجته.